أهلا وسهلا بيكم في قناتنا غواص في بحر الفلك. حبيت أتكلم بس عن حدث فلكي مهم جدا، هو انتقال الشمس لبرج الحمل. بداية جديدة، سنة جديدة فلكية. لأن التقويم الفلكي في الأبراج بيبتدي من الحمل، فاللي يعني يعتبر دي سنة جديدة بتبتدي من الحمل وتنتهي في الحوت. 21 مارس بداية الربيع. طيب ايه اللي بيحصل لما الشمس تروح الحمل؟ طبعا الحمل اللي بيحكمه كوكب المريخ. المريخ حاليا هيبقى من اول بكرة في الحوت. هو تأثير الشمس في برج ناري يعني ومندفعة زي الحمل، بيخلي الناس شوية مندفعة وعصبية. فعشان كده علماء الفلك بيحذروا ان في طول ما الشمس في الحمل، آه، اللي هو طبعا معروف من 21 مارس ل 20 ابريل، الفتره دي نحاول على قد ما نقدر ننتقي كلامنا، نهدى شويه قبل ما نتكلم. نحاول مثلا لما نحس بغضب نعمل اي حاجه نغير موضوعنا، او نروح ناخد مثلا نغسل وشنا او نتوضى او ناخد شاور او اي حاجه تهدي شويه، عشان الاندفاع ده بيؤدي ساعات لكوارث او ان احنا نقول حاجات نندم عليها. برضه هتلاقوا العصبيه زياده شويه الفتره دي عند كل الابراج، لكن لا سيما طبعا الابراج الناريه اللي هم الحمل، الاسد، القوس، وكمان معانا هناخد الابراج الهوائيه اللي بتمتزج مع الناريه اللي هم الجوزاء والميزان والدلو. الميزان هو الميزان عشان الشمس في وشه في الدايرة الفلكية الناحية التانية، لأن الميزان قدامه الناحية التانية الحمل. فده بيعمل انعكاس كده، يعني دايما الشمس لما بتكون مواجهة للبرج من الناحية التانية بتعمله شوية متاعب يعني صحية وبتخليه يعني مش متزن شوية. فبرضه يحذروا مع حسب علماء الفلك طبعا، والله أعلم طبعا فوق كل ذي علم عليم يعني، بس هو ده كلام الأسترولوجيست. بيقولوا إن مواليد الميزان يحذروا شوية الفترة دي من أي مثلا يعني إرهاق أو متاعب صحية أو كده، نتيجة إن الشمس في وشهم في الدائرة الفلكية. وبأغلب الأبراج برضو تاخد بالها من قصة الاندفاع والعصبية. وطبعا مواليد الحمل في ذروة انتعاشهم، لأن هم الشمس في برجهم رجعت لهم في عيد ميلادهم، فطبعا بيكونوا في أوج يعني تألقهم. يعني حبيت بس أقول الحدث ده سريعا كده، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية